كلمات أحرفها نور، بالحب وبالشوق تدور، وهواها البيت المعمور، ونداها يرتفع إليك لبيك إلهي لبيك. الله 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 الله. قبس من فيض الرحمن يسبح في نور الإيمان، ويلبي داعي القرآن، فتهيم الأرواح إليك لبيك إلهي لبيك. الله الله الله. ورحمة الله المطلقة ربنا وهبها وخلاها تتجلى في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصفوا بأنه رحمة، كانت أفعاله رحمة وأقواله رحمة. عشان كده ما فيش حد في البشر كله، إيه مسألة السنة، ما فيش حد في البشر كله جعل أفعاله سنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هل فكرت ليه اشمعنى الرسول نفسه اللي كل نفس بيتنفسه بنقول سنة؟ لأن كل أفعاله كانت دايرة على الحتة دي، على حتة الرحمة. ما كانش سنته قضية القتل ولا إزهاق الروح ولا قطع الرقاب ولا الانتقام، لا لا خالص خالص. في صورة دلوقتي بتصنع للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، ما هي صورة النبي دي، صورة حد تاني خالص غير النبي الرحيم اللي قال له بالمؤمنين رؤوف رحيم. عشان تعرف رحمة النبي أحكي لك قصة بسيطة جدا. النبي في مرة هو خارج في بعض أسفاره مع صحابته رضوان الله عليهم، أصابهم الجوع والعطش وهم ماشيين في دروب الصحراء. وبعدين الرسول في مكانه، وواحد من الصحابة شاف كأن في عش لطائر جبلي، لحمامة جبلية، فبص في العش ده فوجد فرخ حمام صغير لسه مولود، فقال كويس أخده وأذبحه وأكل، وده حلال مش حرام، ما فيهاش حاجة، أنت بتشتري الحمام الصغير ده وبتاكله ما فيش حاجة. لكنه لما أخذ الحمامة دي جت الحمامة الجبلية أمها وراحت العش ما وجدتش بنتها، فإذا بيها تطير وتحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم وتهبط على كتفيه وتهبط عند رأسه، وكأنها تشكو للنبي في أذنه، وكأنها تقول له يا رسول الله أنا مش لاقية بنتي الفرخ الصغير ده، وتشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب، إن مين اللي عرف الحمامة دي إن ده النبي؟ أولا عرفت منين إن هو ده الرسول؟ ما اللي قاعدين كتير. تاني شيء مين اللي عرفها إن هو عنده الرحمة دي؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول من أخبر الورقاء يعني الحمامة ديت، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. مين اللي علمها أن أنت ملجأ للخائف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويقول لهم أيكم فجع هذه في ولدها ردوا عليها ولدها. فالصحابي يقوم جايب الفرخ الصغير ويسيبه يجري على الأرض، تنزل أمه وتهبط وتروح محتضناه وواخداه وطايرة بيه في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إيه؟ يعلمهم، يقول لهم أتعجبون من رحمة هذا الطائر بولده؟ أتعجبون من رحمة دي، رحمة هذه الأم بولدها؟ والله إن الله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. يبقى رحمة الله بيكم تفوق رحمة الأم. أنت عارف رحمة الأم يعني إيه؟ الأم دي هي المخلوق الوحيد اللي تشيلك وانت رضيع وتنظف لك حتى الفضلات بتاعتك، القذارة بتاعتك هي بتنظفها. مفيش مخلوق في الدنيا أبدا يطيق ده أبدا. عشان تجيب أي إنسان وتقول له إيه ونظف مثلا الفضلات بتاعت الطفل ده الرضيع البيبي ده، مش ممكن. إنما الأم
تعمل ده وتعمل أكتر منه، وتبقى خايفة على ابنها، لو لا تموت انت ولا هو، تقول لا أموت أنا وهو يعيش. الرحمة اللي في الأم دي إيه؟ خد بالك، الرحمة اللي فيها دي مش ذاتية، ده الرحمة اللي فيها دي إمداد من اسم الرحيم. ليه؟ لأن الرحم اللي فيها، الرحم اللي بيحمل الجنين، النبي يقول إن الرحم ده معلق بساق العرش. شوف، هو في الجسم لكن حقيقته متعلق فين؟ متعلق بساق العرش، بياخد إمداده من اسم الرحمن الرحيم. يبقى المرأة من مكانتها عند الله في الإسلام وفي الدين إن فيها جزء معلق بالله، فيها جزء باطني معلق بالعرش العظيم، فيها جزء إمداده من اسم الرحيم. عشان كده بتبقى رحمة الأم ورحمة الزوجة ورحمة الحبيبة ورحمة الأخت والولد من اسم الرحيم ده. النبي بقى يقول صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله تفوق أضعاف رحمة الأم ديت. تخيل، طب الرحمة اللي بالشكل ده تعذب، تظلم، مش ممكن، وما ربك بظلام للعبيد. ولما يبتليك بشيء بيبتليك بشيء لمصلحتك. والرحمة دي هي اللي في النبي صلى الله عليه وسلم، الرحيم بأمتي، الرحيم بكل الأمة، اللي كان رحيم بصحابته، اللي بلغ من التواضع حد العقل ما يتصوروش. يعني موقف نختم بيه حديثنا، صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم نظر للقميص اللي هو لابسه، فتلاقى القميص ده داب اتقطع إدم، وكان القميص بيتباع في سوق المدينة ب4 دراهم، ووجد النبي معاه 10 دراهم. فقال طيب ما أنا أنزل السوق بتاع المدينة وأشتري قميص جديد ب4 دراهم، ويفضل معايا كام؟ يفضل كمان 6 دراهم. ونزل النبي وراح السوق واشترى قميص جديد. وهو راجع في الطريق إذا بي يجد سائل من الأنصار، إنسان مسكين، لما شاف النبي ومعاه القميص الجديد ده فقال له يا رسول الله ألبسني قميصك، ألبسك الله قميصا من الجنة. طبعا دعوة حلوة قوي، والنبي كان لا يرد سائلا أبدا. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، ففكر النبي قال طب ما أنا لسه فاضل معايا 6 دراهم، ما أنا أروح سوق المدينة وأجيب كمان قميص ب4 ويفضل كمان 2. وراح فعلا صلى الله عليه وسلم واشترى قميص تاني. وهو ماشي في المدينة وفي طرقاتها إذا بي يجد طفلة صغيرة جالسة في جانب من الطريق وبتبكي بكاء شديد قوي. فيروح لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها ما يبكيكي؟ فقالت له يعني معنى الكلام يا رسول الله سيدي أعطاني درهمين أشتري بهم شيء من السوق والدرهمين ضاعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح أعطاها الدرهمين المتبقين معه ومشي. يدوب خطوات إلا إذا بيه يسمع صوت الطفلة بتبكي تاني. ما سابهاش بقى النبي وقال أنا خلاص عملت اللي عليا، لا ده رجع لها تاني وقال لها ما يبكيكي وقد أخذت الدرهمين؟ قالت له أبكي أني تأخرت على سيدي وهيضربني وهيحصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنا أذهب معك وأشفع فيك عند سيدك. البنت بقى فرحت وما بقتش مصدقه، وبقت واخده النبي من إيده وبتجري بيه في طرقات المدينة وأزقتها وشوارعها، وتحود يمين وتحود شمال عشان تعرفه بيت سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم ما استحاش من ده. طفلة صغيرة تاخد بإيد الرسول وتمشي بيه في الطرقات لغاية ما وصلوا إلى البيت اللي فيه سيدها. فنظر النبي فوجد الباب مفتوح، ووجد سيدها ده جالس بالداخل ومعاه جمع من الناس. لكن من أدب النبي ما كانش يدخل إلا لما يستأذن. والأكرم بدار شرفها المصطفى يوما وأكرم وأنعم بأهل الديار. فيقف النبي تأدبا مستأذنا على استحياء غالب الأبكار. نعم الشمائل جبلة المصطفى خلق عظيم حير الأفكار. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله، فمحدش رد عليه السلام. فالنبي أعاد السلام مرة تانية وعلى صوته شوية، قال يمكن ما سمعوش، لكن برضو محدش رد عليه.
في المرة الثالثة على صوته أكتر، فردوا عليه السلام، وخرج صاحب الدار ووقف يرحب بالنبي، مرحب برسول الله مرحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له لما لم ترد السلام في الأولى والثانية؟ قال له والله يا رسول الله لقد سمعناك في الأولى وسمعناك في الثانية، ولكن أردنا أن نزداد من نعمة السلام منك. تفكير ذكي، لأن اللي هنا اللي بيقول السلام عليكم مين؟ ده اللي بيلقي السلام هو سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول السلام عليكم ورحمة الله هو الرسول نفسه، وسلامه دعاء. ما هو السلام عليكم في حقيقتها هي دعاء، فما بالك بالدعاء ده لما يكون من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في معنى الحديث إن يعني جاي أشفع في الطفلة الصغيرة دي، إنك ما تضربهاش ولا تعذبها ولا تعاقبها. فالرجل يقول له أنت يا رسول الله تأتي إلى داري من أجل هذه الصبية؟ هي حرة لوجه الله لممشاك معها يا رسول الله. فيضحك سيدنا ويقول لقد بارك الله في العشر دراهم يعني، كسى منها امرئا من الأنصار، وألبس منها نبيه قميصا، وأعتق منها رقبة جارية، ولا يفعل ذلك إلا الله بقدرته. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نور نور كلمات أحرفها نور، بالحب وبالشوق ضرور، وهواها البيت المعمور، ونداها يرتفع إليك لبيك إلهي لبيك. الله 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 الله، قبس من فيض الرحمن يسبح في نور الإيمان، ويلبي داعي القرآن، فتهيم الأرواح إليك لبيك إلهي لبيك. الله الله